السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم جميعا إلى حلقة هذا الأسبوع من زمام المبادرة، وفيها نشاهد من الصومال إعلامي شاب يحول جهدا فرديا إلى مبادرة وطنية. أهلا بكم من جديد. مبادرتنا الأخيرة في حلقة اليوم لا نذهب إليها وإنما تأتينا هي، وتحديدا من أرض الصومال. إعلامي شاب بدأت قصته بالتجاء الناس إليه ليبلغ صوتهم وهمومهم. المهمة التي بدأت وكأنها جزء من عمله الصحفي تحولت إلى قضية يحمل همها، رسالة هو وزملاؤه مسؤولين بها، ومبادرة تعود بالخير على مجتمع بأكمله. في حلقة هذا الأسبوع أيها الأعزاء يسعدنا أن نرحب بضيفنا الزميل عبد الملك موسى علدون، وهو كما ذكرنا من أرض الصومال، ليحدثنا عن مبادرته كالميكوان أو ساعد هؤلاء. نطقتها بالشكل الصحيح على ما أعتقد. فعلا. أهلا وسهلا بك عبد الملك، شكرا لحضورك إلينا، ونحن سعداء بأنك معنا في هذه الحلقة من زمام المبادرة. كالميكوان كيف بدأت؟ إلى ما وصلت؟ خاصة بأنك بدأتها بمبادرة فردية أو بجهد شخصي، لكن الآن أصبحت مبادرة على المستوى الوطني. أولا أشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج زمام المبادرة، وكذلك في قناة الجزيرة أشكركم خالص الشكر. وفعلا هذا البرنامج، حلقات هذا البرنامج سوف تشجع الكثير من الشبان الذين يعملون مثل برامج تشبه أو مبادرات تشبه هذه المبادرة. كالميكوان أو ساعد هؤلاء، يعني بما أنني أعمل في الحقل الإعلامي، كنت أعمل في قناة فضائية صومالية، فخلال فترة عملي كان يأتون إلي بعض الناس وهم يطالبون بإيصال رسالتهم إلى المجتمع، خاصة من يأتون إلي هم المحتاجين، خاصة الفقراء الذين بعض الأحيان لا يجدون تكاليف العلاج سواء كانوا في الخارج أو في الداخل. عنهم ونعمل معهم مقابلات، ثم كنت أبثها في القناة التي كنت أعمل فيها، وخاصة في مدينتي، يعني في مدينة برعو. الزملاء هناك كانوا يعملون نفس الشيء. بعد فترة القنوات الفضائية الصومالية يعني أصدرت أوامر بإيقاف مثل هكذا من تقارير، فزملائي الذين يعملون حتى في القنوات الأخرى توقفوا عن ذلك. أما أنا فظليت أستمر يعني باتجاه آخر. استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي، يعني خاصة في صفحتي في الفيسبوك وفي قناتي في اليوتيوب. بدأت أستمر بالنشر، واستمر كبر العمل. بعد يعني المحتاجين كانوا يذهبون إلى الزملاء الآخرين، فكانوا يدلون علي، فكانوا يقولون اذهب إلى عبد الملك، عبد الملك هو الذي يعمل في هذا المجال، اذهب إليه. عبد الملك، بالتأكيد يعني ساعدتم لا أعلم آلاف الحالات، ربما مئات الحالات، ولكن بعض تلك القصص التي ربما غيرت المبادرة حياتهم، إن كنت تعتقد ذلك، ثبتت في رأسك. قلت لي قبل قليل بأنه أيضا المجتمع عندكم في الصومال يتذكر قصص بعينها أنتم قدمتم لها يد المساعدة، وتستطيع أن تقول اليوم بأنه المبادرة غيرت حياة هذه الأشخاص. هل ذكرت لي قصة نجاح أو قصتين من القصص التي بقيت في بالك وقدمت أو عملت صيتا يعني في المجتمع؟ فعلا ما زلت أتذكر بعض القصص، يعني ما زالت يعني باقية في ذاكرتي شخصيا أنا. هي عبارة عن طفلة صغيرة كان اسمها شادية. هذه الطفلة الصغيرة كان عمرها قبل سنتين أو سنة ونصف 8 سنوات. هذه الفتاة يعني منذ نعومة أظافرها، منذ صغرها كانت أصيبت بتضخم في اللسان، فأهلها كانوا فقراء، لم يجدوا
يعني لم يجدوا تكاليف العلاج، أتوا إلينا أنا وزملائي فسجلنا تقرير ونشراه في الفيسبوك وتلقوا مساعدات ما شاء الله. يعني سجلنا رقم هاتف أمها ووجدوا مساعدات تكاليف العلاج، ثم يعني ذهبوا إلى ماليزيا هناك فتلقت الصغيرة عملية وعادت بنجاح وبدأت تبتسم وبدأ الأمل يعني يعود إليها وبدأت تعود إلى معلمة القرآن وبدأت تلعب مع الأطفال بعد أن قبل كانت مصابة باكتئاب وكانت مصابة يعني صراحة، وأمها حتى كانت تشعر بألم. يعني أعدتم لها طفولتها يعني بهذه البساطة صراحة يعني القصة هذه تركت في داخلي أثر فجعلتني كذلك أتشجع وأستمر في العمل. ولكن عبد الملك هنا تحديدا يكمن كل الفرق يعني ما بينكم وبين الأشخاص الذين يمرون يوميا به يشاهدونه ربما يرأفون لحاله ولكن لا يحركون ساكنا، في حين هناك من، وهذا هو الذي تحدثنا عنه حتى قبل التسجيل، هناك بعض الأشخاص الذين لديهم بذرة المبادرة، لديهم بذرة الخير، بذرة حب الآخرين، هم الذين يقررون أن يغيروا الواقع. أنت غيرتها بطريقتك، غيرتها بإعداد تقرير ومحاولة حشد الأشخاص حول هذه الحالة أو تلك. أشخاص آخرون نعرضهم دائما في زمام المبادرة يقومون بالعمل ذاته إنما بطرق وأساليب مختلفة. هذه المبادرات أو هذه المشاريع التي قدمتها بالتأكيد لم تجد الطريق لها معبدا بالزهور. ما كانت أبرز الصعوبات التي واجهتموها في مبادرتكم؟ يعني فعلا واجهنا صعوبات كنا نحاول أن نتعداها. يعني نريد مثلا سيارة، نريد وقود، نريد رواتب للزملاء. الزميل يريد أن يعمل، في بعض الزملاء لديهم عوائل، يعني لم يكن لدينا هذا الأمر. بعض الزملاء يعني عائل ويصرف على عائلته وليس لديه عمل آخر، فلذلك فعلا يعني كنت أطرح على زملائي أقول يا جماعة يعني ليس لدي ما أعطيكم، إن شاء الله الأمور ستتحسن، استمروا معنا أو نتوقف يعني من الآن كلنا نتوقف عن الموضوع، لأنه أنا الصراحة لا يوجد لدي يعني ليس بيدك حيلة يعني في الآخر. مرة أذكر والله وأنا خطبت لهم بعد أن صليت بهم صلاة المغرب ونحن في البادية آخر جفاف، خطبت لهم قلت إن شاء الله الأمور ستتحسن واصبروا إن شاء الله. وأكثر من مرة يعني أعلنت لهم أننا سنتوقف، لكن هم من كانوا يصرون قالوا استمر وإن شاء الله سوف تتحسن الأمور. أمر آخر من الصعوبات، من بين الصعوبات التي كنا نواجهها هي أن العمل هو يعني لسنا جمعية خيرية، لسنا مؤسسة كبيرة، حتى ليس لدينا يعني نقود في البنوك. نعم. فيعني أصبح عدد يعني الطلبات كثيرة، من يريدون التقارير، من يريدون المساعدات، أصبح بشكل كبير، أعداد كبيرة يتصلون بالأرقام، يأتون إلينا في المكتب. فصراحة هذه كانت الصعوبات، بعض الأحيان تأتينا حالات صعبة ولا نستطيع أن نفعل شيء. كان هذه أيضا من بين تلك الصعوبات التي واجهناها. طبعا هذه هي روح المبادرة. شكرا جزيلا لكم على ما تقدمونه. شكرا جزيلا لك عبد الملك موسى علدون من أرض الصومال على كل المعلومات التي قدمتها لنا، وأجدد لك تمنياتي بالتوفيق لكم جميعا. أيها الأعزاء، بهذا نكون إذن قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من زمام المبادرة. انتظرونا الأسبوع المقبل إن شاء الله في الموعد ذاته، وحتى ذلك الحين يمكنكم كالمعتاد التواصل معنا ومراسلتنا عبر initiative@aljazeera.net وكذلك عبر صفحتنا على فيسبوك. شكرا جزيلا لكم على المتابعة. هذه تحياتي وتحيات الجميع، إلى اللقاء.